طليطلة. ليش عود هيك اسم غريب؟ بس شوفوا المنظر ايش قد حلو. 45 دقيقة فقط، مليانة خير مال الله. لو ايدي شوية بعد طويلة يمكن اسد الشارع. مرحبا اصدقائي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا هسه باسبانيا، متوجه من العاصمه مدريد الى مدينه توليدو او طليطله مثل ما احنا العرب نسميها. هاي المدينه الاندلسيه التاريخيه وهي سمعت عنها وكنت اتمنى اشوفها من زمان، بس هسه حانت اللحظه حتى اشوفها وياكم همينه بعدستي. بس ان شاء الله ما تقصرون، تدوسون اللايك، تشتركون بالقناه حتى يعني استمر وتدعموني لان اسوي شغلات احلى واحسن ان شاء الله بالمستقبل. على العموم هذا الباص اللي انا بيه دفعت له تقريبا 6 يوروات ونص، تقريبا 8 دولارات هيك شيء. تعرفون اليورو اكثر من الدولار. طبعا انا دا امر بطرق تخبل صراحه، تختلف عن امريكا تماما. الجو كلش حلو اليوم، يعني تقريبا 14 سلسية، يعني الجو كلش مناسب. كلش صراحة متشوق اشوف هذا المكان، ومن زمان كلش يعني كان عاجبني انه اشوف هذا المكان. صراحة انا ما زاير هذا المكان قبل، يعني زاير هواية مدن بجنوب اسبانيا ومن ضمنها يعني اليكانتا، غرناطة، يعني هاي المدن. بس هاي المدينة صراحة مشايفها هي طبعا تعتبر مثل قرية صغيرة، عدد سكانها كلش قليلين، ناسها بسطاء. يلا على قولتهم يلا باموس خلينا نشوف هاي المدينة ونستكشف هاي المدينة التاريخية اللي هي عمرها تقريبا 2000 سنة. طبعا طول ما دا امشي انا بالطريق دا اشوف اشجار زيتون بكل مكان او مزارع الزيتون. طبعا الاسبان معروفين بالزيتون وزيتونهم يعني كلش لذيذ الصراحه. طبعا هسه نزلنا وصلنا بس كلش بساعة، تقريبا 45 دقيقة. هسه طلعت من محطة الباص، هسه راح اخذ اوبر او اقدر اتمشى للمدينة التاريخية. قالوا لي انه تبعد مننا من المحطة تقريبا 1 كيلو، فهسه ذيك باعوا. ثاني بالقصر مال توليدو يسموها الكاتير دي توليدو. وبس شوفوا هذا المكان من هنا، الجو يخبل ويا هاي الشمس. شوفوا هذا النهر يسموه نهر التاجة. بس ذاك المبنى اللي تشوفوه هو مبنى الباص اللي أنا جيت من عنده. بس شوفوا المنظر ايش قد حلو، تأمل تأمل. بس المكان روعة، يجنن والله. يعني صحيح بيها هواي صعدات ومدينة انه ظل تصعد بس ما راح تتعب والله، يعني تمشي وانت مرتاح صراحة من المنظر الحلو اللي انت تشوفه. طبعا كل شيء متوفر، تكاسي حتى باصات وأمانة قطارات صغيرة وباصات اللي هي السياحية اللي تكون مفتوحة من فوق. طبعا هنا بإسبانيا معروفين كلش بسياراتهم الصغيرة حتى لا تاخذ مساحة بالباركينج، يعني حتى السياح ممكن أكثر من الناس اللي تسكن بهاي المدينة الجميلة. طبعا انتم راح تشوفون هنا بكل مكان الطراز الإسلامي أو الطراز العربي. وشو تشوفون هاي الشناشيل مثل مال العراق تقريبا. هواية راح تشوفون هاي التصاميم العربية أو الإسلامية موجودة بكل مكان. ما أعرف ايش أسوي الصراحة. عبالك متى بدها تحكي لهم قصة عن هذا الكتاب، يمكن هي مؤلفتها ما أعرف. طبعا مثل ما تشوفون هو هذا الزي الحربي مال القشتالين. طبعا القشتالين هم الناس اللي ياخذوها من العرب او المسلمين بهذا المكان بعد ان حكموها العرب او المسلمين لمده 4 قرون. طبعا القشتالين مشهورين جدا بالاسلحه البيضاء او السيوف اللي يسووها. وطبعا هذا الزي الحربي اللي كانوا يلبسوه نفس هذا بالضبط، يعني هذا
كله مقلد، بس يعني هي هاي الأسلحة أو أشكال الأسلحة اللي كانوا يستخدموها. بس شوفوا لي هاي الباب القديمة، من أقول لكم بكل مكان حرفيا بكل مكان. هي هاي معروفة المدينة بالأسلحة البيضاء. بس ايش قد تعتقدون وزن هذا الدرع؟ يعني ايش قد ثقيل وش قد كانوا اقوياء العالم؟ فاذا تريد تسوي لك فد مشهد تمثيلي حربي قديم، تريد تشتري سيوف او دروعه، تجي لهذه المدينه وتشتري ذن الشغلات وتسوي المشهد التمثيلي. شو تقولون؟ ذن الشغلات اللي يبيعوها. طبعا هم كانوا يعيشون كلهم مع بعض سويه تحت الحكم الاسلامي وما كان اكو اي خلاف. بس من اجى الفونسو هذا القائد دمر المسلمين وطرد المسلمين بعد حصار دام 4 سنين، بس اثرهم لحد الان موجود. هاي طبعا احد الاحياء والازقه اللي موجوده بتوليدو. بس شوفوا تقريبا هيك بقدي، بس شويه مسافه، لو ايدي شويه بعد طويله يمكن اسد الشارع. ما هذا المحل مال حلويات من 1880. واو ايش قد قديم. اما المنطقه اللي اني بيها هسه بيها 5 شوارع. هذا شارع 1 2 3 4 5. هذا الشارع يؤدي الى ساحة السلام. اما هذا او هذا الشارع يؤدي الى اقدم بوابة بطليطلة. طبعا اللي لفت نظري هاي البناية على الطراز الاسلامي، وراح تشوفون هاي الازقة اللي بيها يبيعون هاي الشغلات. طبعا هذا السور وهاي الكاتدرائية القوطية مثل ما تشوفون هنا حاطين مثل السيامة حتى لا تجي عليها الحيوانات او الطيور ويأذون كل هذا التاريخ القديم. واو. طبعا بال86 اعلنت اليونسكو ان مدينة توليدو مدينة تراثية، ولهذا دي يحافظون عليها بكل الطرق. يعني صار لها عدة قرون ولحد الآن محافظة على هذا الشكل الجميل جدا صراحة. أكثركم ممكن يسأل هذا السؤال ويدور بذهنه ليش عود هذا الاسم طليطلة؟ ليش عود هيك اسم غريب؟ صراحة عند العرب ماكو اسم ما بيه معنى. طبعا هي طليطلة من الطل فتحة الطاء وشدت وضمت اللام اللي هي معناتها المطر الخفيف. تعرفون يعني قبل العرب والمسلمين كانوا كلش مهتمين باللغة العربية وبالشعر، فيعني هذا الاسم يعني مبين يعني اسم جميل كان، واكيد هاي الاسماء قرضت. اما الصعدات والنزلات فهي وحدها كافية انه تسوي كارديو او انه تسوي رياضة. فشوفوا هذا السور بعدني دا امشي حوالين هذا المكان او الكاتدرائية وهاي الاحياء المجاورة الها القديمة. احلى شيء طبعا هنا باسبانيا العلاقات والتواصل الاجتماعي. يبا هذول الاعداء اذا يجون لهنا شلون حيشلبون بهذا السور. زين هذا المنجنيق هم بيه بارود ويضرب هاي ويفلشه. ما اعرف اذا المنجنيق كان بيه بارود، يمكن بالفترة الحديثة كان صار بيه بارود فيقدر يفلش كل هاي، بس هم صعب والله هم صعب. اني دائما نفسي على الحلويات والسكريات. اطيب الحلويات ممكن تلقوها هنا بتوليدو قريبة على الساحة. صراحة ذني هاي الكعك بالشوكولاتة، الشوكولاتة مالتهم طبعا كلش طيب، دائما يحبوه او يسووه داكن محلى بس كلش طيب الصراحة. وهنا مثل الكيك والبالوتات. هاي الكيك صغير هاي المفضلة عندي الصراحة اللي تكون محشايات. فاني راح اخذ وحدة من هاي بيورو وين ونص. هذول شكلهم احلى عرسان بتوليدو. خوش تغليف والله. طن 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 الله مليانة سكر. زين وهاي المفضلة عندي الصراحة، اخرب على السكر اموت على السكر دق سكر.
مليانه بالوته، مليانه خير مال الله. اجواء حلوه. بس شوفوا هذا المدخل، بوابه على الطريقه الاسلاميه. اذا توقف من هنا على البوابه راح تقدر تشوف سهل هيك نازل والنهر الجاري مال المدينه. طبعا سمعت من هوايه السكان المحليين، السكان اللي ساكنين هنا، انه مدينه توليدو الغروب مالتها كلش حلو. تعرفون لانه هي مدينه على ارتفاع او على هضبه كلش مناسبه لفتره الغروب، ولهذا يعني اكثر الناس تجي لهنا بفتره الغروب، ولان المنظر كلش حلو الصراحه والجو صافي. فش تريدون بعد احسن من هذا؟ اذا انتم ساكنين بمدريد، خصوصا اللي يسكن بمدريد، انا لو من سكنت مدريد والله يعني بالويكند دائما اجي لهنا بس على مود اشوف هاي الاجواء الحلوه والمنظر مال الغروب والاكل والناس فالشيء كلش حلو يعني. على قولة المصريين يفتح النفس. فلهنا يا اصدقائي لا تنسون تدعموني، تشتركون بالقناة، تعلقون، وانتظروني بفلوقات جاية جديدة ان شاء الله، وحبكم اديوس.